اهلا بيكم في سوق الوكاله، واحد من اشهر واقدم الاسواق لبيع الملابس في مصر. 75 جنيه بس. 150. والله يا صاحبي شاريه ب 1400 جنيه. التيشيرت ده بالليبل بتاعه مكتوب كام؟ 9 يورو. طبعا بيتباع بنص الثمن، اقل من البراند اللي انت بتشتريه من بره. لا ده فيه قوي يعني، ده يجيب القفص الصدري كله. ده يعني ده زارا وبنص الثمن او ربع الثمن كمان. زارا ب 500 جنيه، يعني مفيش احلى من كده. بولو، زارا، تومي. انا كنت اسمع ان الوكاله ما فيهاش لبس براندات وان كل ده كلام وخلاص. لا، هتلاقي انت لو عملت بحث عليها هتلاقي القطعه موجوده في التوكيل بتاعها دلوقتي. ماشي، شوف زارا اصلي، طالون ما فيهوش عيب. نايكي ده سعره كام؟ الحاجات دي اوريجينال جديده. يعني ده مثلا ستارز اديداس، ده اوريجينال جديد. اوريجينال جديد. ايه اللي بيخلي سعرها اقل شويه يعني؟ هل فعلا تقدر تشتري لبس براندات اصلي من الوكاله؟ وايه اللي بيخلي سعر اللبس هناك رخيص كده؟ في فيديو النهارده هناخد جوله في الوكاله ونشوف الكلام ده حقيقي ولا مجرد كلام. سوق الوكاله زي ما قلت من اقدم الاسواق لبيع الملابس في مصر، ملابس مستعمله وملابس جديده. وكمان سمعت ان في ملابس براندات بتتباع هنا باقل من اسعارها في البراندات بكتير جدا. فعشان كده جيت بنفسي هناخد النهارده لفه ظريفه كده في الوكاله ونشوف فعلا هل في لبس براندات هنا، وهل هنعرف نطلع من الوكاله بلبس البراندات باسعار قليله ولا ايه الدنيا. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو حبيت تدعمني ماديا عشان اطور من محتوايا ده لينك السوبر ثانكس. هتلاقوا السوبر ثانكس اللي انت ممكن تدعمه مني جنب السبسكرايب واللايك لو حابب ان انت تدعمني في ان انا اطور محتوايا. ويلا بينا نشوف الوكاله عامله ازاي. فيلا بينا نبدا جولتنا في الوكاله من اول زكي السماك، ناخد جوله لذيذه لطيفه ونشوف بقى الاسعار عامله ازاي، وهل فعلا في لبس براندات ولا لا. يعني من ساعه ما جيت كده والشماعات كتير متعلقه 50 جنيه 75 جنيه 100 جنيه 200 جنيه، فمش عارفين لسه الدنيا مستعمل ولا جديد ولا ايه قصه البراندات وازاي بتتباع بسعر رخيص هنا. فيلا بينا ناخد جوله ونسال اصحاب المحلات عن موضوع اللبس بتاع البراندات ده ايه نظامه. واول راجل قابلناه من اول ما جينا زكي السماك، الراجل المحترم ده. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كويس. قول لنا عندك ايه كده والاسعار عامله ازاي؟ انا عندي قمصان هنا رجالي وتيشيرتات تبدا معايا من 100. طب وايه ال 75 ده؟ دي باديهات بس جديده مش باله. جديده. يعني بيبقى فيها منها مقاسات وحاجات، الباله ما فيهاش منها مقاسات. تيشيرت بيزك اوفر سايز ب 75 جنيه 75 صح كده؟ والله رايق، قطن كمان. اه يعني مش اي كلام. لا بقى منه مقاسات، في الباله ما بتلاقيش مقاسات، بيبقى وان سايز. يبقى وان سايز. البلد اللي هو البراندات وكده. تبقى كله براندات، بيبقى وان سايز وان كلر. هو ايه حوار البراندات ده؟ فعلا في براندات هنا ولا اي كلام؟ طبعا من تشي ان وبريشكا والله والله بولاندي كل حاجه هنا تلاقي. عندك حاجات من دي ولا مفيش؟ تعالى نتفرج. دي بقى اللي بتبقى مقاس واحد، مفيش منها مقاسات. مقاس واحد مفيش مقاسات كتير؟ لا، يبقى انت وحظك. ده اديداس ولا اي كلام؟ لا، اديداس. تيشيرت اديداس سبورت ب 150 جنيه بس. 150 جنيه عشان بس ان هي موديل قديم من السنه اللي فاتت. رايق والله. اي تيشيرت هنا ب 75 جنيه بس. التيشيرت البيزك ده اوفر سايز وقطن، يعني هو خامته كويسه جدا. 75 جنيه بس. سوق الوكاله فيه جميع انواع اللبس، لبس جديد ولبس مستهلك ولبس بيبقى فيه عيوب من البراندات، فخلي بالك وانت بتقلب عشان ممكن تلاقي عيوب واوقات بتبقى واضحه جدا. ده ستوك اوريجينال اديداس، ده بكام ده؟ 1200 جنيه. انت متاكد انه اوريجينال؟ والله هو الماتيريال بتاعتها كويسه بس مش عارف ده اديداس ده ولا ايه بصراحه. بس هو يعني دي بقى الحاجات بتاعت الترندات وبتاع. هامر، تلبس هامر في رجليك برخصه يعني. انا بلبس البيزك خالص، ما بلبس الحاجات دي بصراحه. دي دبابه ايه ده؟ ده مقاس كام دي؟ 44. ده انا بلبس 45. 45 عامله ازاي بقى؟ الراجل المحترم ده عند زكي السماك، هتلاقيه واقف كده وتعالوا هتلاقوا عنده شويه حاجات حلوه يعني. لقيت الوكاله كانت ماشيين حبه حلوين لحد ما لقيت اول محل، فهنخش ونشوف الدنيا عامله ازاي وهل هنلاقي فعلا حاجات براندات ولا ده مجرد كلام وخلاص. يلا بينا. ازيك عامل ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. الاخبار؟ تمام كله والله. تمام. تمام. عايزين نشوف الحاجات اللي عندك كده. الحاجات اللي عندي 65 قمصان رجال اوفر سايز مقاسات كبيره. الله. كتان كتان هو ب 65 بس. انا سمعت ان في براندات، هل الكلام ده صح؟ طبعا في براند غالي حاجه مش مستهلكه. في حاجات نيو اغلى، يعني مثلا في حاجات مستهلكه بسعر اقل بحيث ان انت ده يلبس وده يلبس. يعني في لبس بيبقى مستعمل ومستعمل خفيف. بالظبط، استعمال خفيف فاهم، بيبقى براند برضو بس اغلى شويه. تمام. وفي حاجه بتبقى البرايس تيكت برضو بس اغلى.
ده تمام. إيه؟ ازاي بتبقى اغلى ليه؟ يعني بص، مم. حاجه مش مستخدمه وفي نفس الوقت غاليه وبراند عالمي. في براندات مثلا فقيره، البراند الفقير ده بيبقى بسعر اقل، بس في حاجات بتبقى يوزد وفي حاجات بتبقى نيو. طبعا فهمت. ده يختلف. اه فاهمني؟ يعني في حاجات هنا بص ب 50 براند اسوس. 50 جنيه باسوس. عندك يعني كل جورجي. ده كده ب 50 جنيه. عندك جورجي اهو، جورجي تمام ب 50 جنيه برضه. جورجي تاني ب 50 جنيه. عندك بس اهو ده بريمارك. يعني ده براند اصلي ولا؟ لا اصلي طبعا. بس في عيب. مثلا ما هو في عيب. يعني اه. ده بص هتيجي هنا تبص برضه هتلاقيه اصلي. يعني ده اديداس اصلي بس في عيب خفيف يعني. في عيب. فانت الحاجه دي بتيجي ازاي بقى؟ بتيجي مثلا حد تاجر تمام بيخش مثلا على البراند دوت في السيل وكده، فبياخد كله. في حاجات بتبقى مثلا جايه فيها عيوب بسيطه هناك عندهم فبيبقى مركونه على جنب. ايوه. فهو بقى بياخد الشغل دوت كله بيدخله في معمل، فاهمني؟ فبيفرز هناك بقى الحاجه دي بسعر وده بسعر وده بسعر وده بسعر. حاجه مثلا فكه فيها عيوب خفيفه بالظبط، دي بتبقى اقل. فاهمني؟ زي ما انا عندي تيشيرت جوه ب 200 جنيه وب 150. طب تعال نشوف. تعال. يعني انت بتنقي وانت وحظك بقى هتلاقي حاجات حلوه. انت بتنقي. ما هو انا البراند دوت مثلا ما يكونش لازم مشهور هنا في مصر، تمام؟ براند اوروبي، ان الحاجه دي بتيجي من الخارج ما بتجيش هنا مثلا. فهمتك. فانا مش شرط يعني في الحاجات دي كلها في حاجات في براندات مش معروفه عندنا يعني. طبعا. ايوه. ومش شرط الحته برضو تكون بالبرايس تيكت، يعني في حاجات من غير برايس تيكت بس مش مستخدمه. لا انا شايف ان انت كل ما بتنزل وكاله وبتلف هتلاقي. انا شايف دلوقتي ان الاسعار كويسه وفي حاجات حلوه يعني. انت بتلف في الوكاله وبتخش هنا وبتجيب من هنا وبتلف. 250 ولا 150؟ 150. والله صاحبي شاريه ب 1400 جنيه. في حاجات اطفال وب 35 جنيه. لا ده حريمي. في اطفال هنا، تعالى كده على اطفال معاك من سن سنه ل 12 سنه ب 35. يعني لكل الفئات وكلها اسعار بسيطه كلها جدا. حاجات حلوه. 35 جنيه تشتري لطفلك حاجات كتير جدا يعني. شميز بناتي زارا ب 100 جنيه بس. تكفي جولتنا في المحل ده. المحل اسمه ايه؟ بوابة الوكالة. بوابة الوكالة. بوابة الوكالة ناصر العمر. تمام. اللي عاوز اي حاجة من هنا من اللي انتوا شفتوها بنفس الاسعار غير زيادة ان شاء الله. تمام كده؟ تمام كده. انا اتشرفت بيك حبيبي. انا حبيبي يا غالي حبيبي. جينا محل تاني من المحلات المعروفة اسمه 5 ستار. الصف ده كله المحل كله لبس براندات. هنا في تيشيرتات زي ما انتم شايفين كده، يعني حاجة مش مستهلكة، حاجة جديدة بالليبل بتاعها. مكتوب هنا 9 يورو. طبعا بتتباع بنص الثمن يعني. عندي تيشيرتات رجالي كلها براندات، اديداس ونايكي وبولو. اديداس اوريجينال. لا والماتيريال بتاعته مش اي كلام بصراحه. يعني لا اوريجينال يعني. ده أديداس. يعني انت لو عملت بحث عليه تلاقيه موجود في التوكيل بتاعه. التيشيرت هو سعره موحد دلوقتي 500 جنيه. 500 جنيه. يعني هو التيشيرت هتلاقي ثمنه اصلا في التوكيل 4000 و 5000 جنيه، هنا موجود ب 500 جنيه. اي تيشيرت هنا؟ اي تيشيرت هنا موجود في المكان ب 500 جنيه. والله كويس. يعني بص هتلاقي كل قطعه هنا اوريجينال 100%. ما شاء الله. ومش جايبه 10% من قيمه ثمنها في البراند بتاعها وفي التوكيل بتاعها. ما شاء الله. مش مستعمل جديد. زارا التيكت بتاعها يعني ده زارا وبنص الثمن او ربع الثمن كمان. برضه القمصان بكام بقى؟ قمصان ب 500 برضه. زارا ب 500 جنيه، يعني مفيش احلى من كده. بولو ب 500 جنيه. بولو، زارا، تومي. انا كنت اسمع ان الوكاله ما فيهاش لبس براندات وان كل ده كلام وخلاص. يعني اللبس مش مستعمل، اللبس لسه جديد. وزارا ممكن تبقى موديلات قديمه شويه ولا بتبقى ايه؟ لا هتلاقي انت لو عملت بحث عليها هتلاقي القطعه موجوده في التوكيل بتاعها دلوقتي. ايه اللي بيخلي سعرها اقل شويه يعني؟ والله سعرها هو احنا بنجيب كميه بتبقى هي بواقي البراند نفسه. يعني هو مثلا دلوقتي احنا في الصيف. الصيف اللي فات البراند عامل كميه كبيره. ففي موجود عنده كميه احنا بنجيبها وبننزلها. الصيف بتاعهم خلص يعني في ناس بتبيع حاجات بعيوبها، لكن هنا لبس لسه جديد ستوك ولكن سيزون قديم. السيزون اللي قبليه. بناتي طبعا واطفال، في رجالي، في حريمي، في بناتي، في اطفالي. ماشي. شوف زارا اصلي ماشي. بنطلون ما فيهوش عيب وب 700 جنيه بس. طبعا القطعه قطعه واحده بس. يعني انت لو عجبك حاجه، يعني انا عجبني البنطلون ده زارا بس مش مقاسي، فهي قطعه واحده بس. يعني دي المشكله. البنطلون ده تحفه جدا جدا ما فيهوش اي عيب، والماتيريال بتاعته تحفه. يعني زارا مش محتاج كلام، ولكن صغير. يعني ده مش السايز بتاعي للاسف. يعني شفنا تيشيرتات، بناطيل،
نيجي بقى للكوتشيات، دي اهم حاجه برضو، يعني لازم تلبس حاجه مريحه في رجليك مش اي كلام. فجينا عند كان معروف، ناس دلوني عليه ان هو بيبيع كوتشيات براندات معروفه وباسعار كويسه برضو. اهلا بحضرتك، ورينا بقى الحاجات اللي عندك كده واسعار. عندي حاجات سكتشرات ونايكي واديداس ونيو بالانس. نايكي ده سعره كام؟ الحاجات دي اوريجينال جديده، وفي برضو يوزد. اوكي تمام، يعني ده جديد، ده اوريجينال جديد. ده سعره كام؟ ده عامل 2000 ونص. يعني شوف نايكي ممكن يبقى بكام، وانا ده شايف معدي ان 7000. انا بصراحه انا شايف ان الكواليتي محترمه، يعني هو نايكي يعني انه يتباع ب 2000 جنيه انت كده بتوفر 2000 ونص. يعني 2000 وفي ونص. حاجات برضو الترا بوست، دي برضو نيو كوليكشن. الترا بوست بتتباع مثلا ب 11 في التوكيل، عندي دي مثلا ب 2800. 2800 اوريجينال جديد، بس اوعى بالبوكس تكون بتاعها. رافع عشان انا بصور. لا خالص والله خالص. على الهادي يعني. خالص. خلصان. وفي برضو حاجات بوما، نيو بالانس. اديداس يوزد بس مش مهلوك، يعني برضو الاستعمال الخارجي بيحافظوا على حاجتهم قوي. يعني ده مثلا ستارز اديداس، ده اوريجينال جديد. اوريجينال جديد، ده بكام؟ ده عليه عرض ب 2300. 2300. ممكن يبقى سعره كام مثلا في البراند؟ في التوكيل الحاجات دي بتبقى معديه ال 7 8. 7 8000 هتشتريه ب 2800 3000. وبعدين ده توكيل اوروبي بيبقى احسن من الوطن والله؟ العربي هنا. والله رايق. تصور يعني في حاجات برضو سيمي اوريجينال، الراجل يعني عنده مصداقيه، مش هيقول لك ده براند وفي الاخر يطلع ايه حاجه فيستك يعني. بس وده اللي طلعنا بيه من سوق الوكاله. بنطلون زارا وتيشيرت M&S. وكاله بقى انت وشطارتك، يعني انت وشطارتك هتعرف تفرز تجيب الحاجات الكويسه. في حاجات طبعا بتبقى فيها عيوب خفيفه، فانت وشطارتك هتعرف تجيب وتنقي بمجهودك انت. ويستحسن لو انت عاوز تيجي الوكاله الحق السيزون من اوله، يعني سيزون الصيف الحقه من اوله، وسيزون الشتاء الحقه من اوله، لان هم بيصفوا على طول وعشان تلحق احسن الحاجات. ودي تجربتي في الوكاله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جاي قريب جدا. سلام.